اتفرجوا على روتين الستات في البيت في 10 مشاهد مختلفة من ترتيب وتنظيف وتنظيم. هتستمتعوا وانتم شايفينهم بيشتغلوا بحب واهتمام علشان يخلوا البيت نظيف ومرتب. وشوية نصائح مفيدة جدا، ولو دي أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك. مسح الأثاث. امسحي الأثاث بقماشة ناعمة وسبراي خفيف. خليكي خفيفة على الإيد علشان ما تعمليش خدوش وجروح في إيدك. كنس الأرض. استخدمي مكنسة صغيرة علشان يكنس بسهولة. اكنسي على مهلك علشان التراب ما يطيرش. غسيل وتنشير الغسيل. اغسلي الهدوم كويس وانشريهم في الشمس علشان تنشف وتتطهر. لو الهدوم حساسة استخدمي مسحوق خفيف. تسييق الأرض. امسحي الأرض بممسحة وديتول، كده التنظيف هيبقى تمام. بدلي المية كل شوية علشان الوساخة ما تنتقلش. مسح السلم. رشي شوية سبراي وامسحي السلم بقماشة ناعمة. خلي بالك وانتي على السلم علشان ما تتزحفقيش. وتنظيم السرير. رتبي السرير وفرشي الملايات كويس علشان يبقى نظيف ومرتب. استخدمي ملايات نظيفة ومكوية علشان نومك يبقى مريح. تنظيف الحمام. نظفي الحمام بالفرشة ومنظف كويس علشان يبقى نظيف. خليكي دايما بتنظفيه علشان تمنعي أي جراثيم. تنظيف المطبخ. استخدمي إسفنجة ومنظف علشان تنظفي الرخامة والبوتاجاز. خلي المطبخ دايما نظيف علشان ميبقاش فيه ريحة ولا فوضى. رعاية الأطفال الصغيرين. اهتمي بالأطفال ولبي احتياجاتهم بهدوء وحنية. خليكي صبورة معاهم وفاهمة هم محتاجين إيه. المذاكرة مع الأطفال. ساعدي ولادك في المذاكرة وشجعيهم يتعلموا. خليكي دايما جنبهم ودعميهم علشان يتحفزوا ويحبوا الدراسة. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي.